مرحبا بكم في قناتكم دي زد أخبار 24. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. توجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس إلى دولة قطر لحضور الحفل الافتتاحي لمباريات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق فعالياتها اليوم، وذلك بدعوة من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. وفي تصريح من رئيس عبد المجيد تبون عن غياب أشبال بالماضي عن مونديال قطر، قائلا: نفتخر بدولة قطر ونتمنى الفوز والرقي للمنتخبات العربية. شاءت الأقدار أن نغيب عن المونديال، ولكن خيرها في غيرها. خاتما، تحيا الجزائر. شاركونا في التعليقات أي منتخب ستشجعونه في مونديال قطر 2022.